تفتكر إيه ممكن يخلي طاقم سفينة يختفي بالكامل من غير ولا أثر، لا في جثث ولا في دم ولا حتى علامة على صراع؟ النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر القصص الغامضة اللي حيرت العالم. اشترك في القناة وفعل الجرس ويلا نبدأ الحكاية. في يوم 4 ديسمبر سنة 1872 سفينة تجارية اسمها دي جراتيا كانت ماشية في المحيط الأطلنطي على بعد حوالي 600 ميل غرب البرتغال. اللي بيقود السفينة لاحظ من بعيد سفينة تانية ماشية بطريقة غريبة، مش ماشية في خط مستقيم وكأن مفيش حد بيسوقها. السفينة دي كانت ماري سيليست. لما طاقم دي جراتيا طلع على ماري سيليست اتصدم. السفينة سليمة تقريباً، الشراع الرئيسي متقطع، بس غير كده مفيش أي علامات لعنف أو سرقة. الأكل متخزن، مية الشرب موجودة، شنط البحارة في أماكنها، بس مفيش ولا بني آدم. السؤال اللي حير كل الناس بقى، طاقم ماري سليست راح فين؟ ليه سابوا السفينة ومشوا؟ السفينة ما كانتش غرقانة وكان ممكن تكمل الرحلة عادي. الفرضيات كتير جداً. في ناس قالت إن في عاصفة مفاجأة خلت الطاقم يفتكر إن السفينة هتغرق فنطوا في قارب النجاة، وفي ناس قالت إنهم اتسمموا من الكحول اللي كانوا شايلينه في الحمولة وبدأوا يهلوسوا. في كمان اللي قال إنهم اتعرضوا لهجوم من كائن بحري أو قرصنة، بس مفيش دليل على ده خالص. أكتر حاجة غريبة بقى إن السفينة كانت شايلة براميل كحول خام، وكان في 9 براميل منهم فاضيين. في نظرية بتقول إن الكحول اتبخر وده عمل ضغط جوه البراميل، فطاقم السفينة افتكر إن في انفجار هيحصل فهربوا. بس برضو ليه محدش رجع؟ فين الجثث؟ فين القارب؟ مفيش إجابة واضحة. الموضوع بقى ترند وقتها، والناس بدأت تألف قصص عن أشباح وسحر ولعنات، بس الحقيقة محدش يعرف لحد النهاردة إيه اللي حصل فعلا في ماري سيليست. سفينة ماشية لوحدها في نص المحيط من غير طاقم ومن غير سبب، وده اللي بيخلي قصة ماري سيليست واحدة من أكتر الألغاز البحرية اللي عمرها ما اتحلت. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك، واستنى الحلقة الجاية يمكن نكشف لغز جديد.